السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنشرح ازاي نشيله شخص غير مرغوب فيه في الصورة من غير ما نسيبه اي اثر. لما هنروحوا للرابط دوت هنلاقوه تحت الفيديو. بعدين هنحمله النسخة بتاعت نسخة البرنامج اللي هي بتاعت الويندوز اللي هي ديت. وبعدين نتك هنا كمان مرة. سيتم تحميل البرنامج، فانا اصلا بستعمله بس على ويندوز تاني علشان فانا محمله اصلا. التك هنا هيتحمل يعني انا اصلا محمله اهوت. احنا هنسطبه بقى. هو بيقول لي سيف، انا محمله خلاص. نكست تسطيب عادي جدا. كده يبقى خلاص تسطيب. افتح معانا البرنامج، هو ده البرنامج. فهنختار الصورة اوبن ديسكتوب. هي دي الصورة اللي احنا عايزينها. هنختاره دي اللي هي زيادة شخص من الصورة. تمام. بعدين مثلا نصغروها شوية عشان تبقى الخط الأحمر صغير. تمام. كبر بس ديت. نشيل مثلا، عايزين نشيل الشخص ده فهنشتغله بالراحة كده. كل ما يكون شغلنا بالراحة يطلع أدق أكتر أدق أكتر والشغل أحسن. بس أنا عندي الماوس فيه مشكلة فبيقاوح شوية. نحدد بس كده علشان لما نيجي نذلل كله يبقى باين معانا. هو كويس سليم وزي الفل. تمام. بس انا نكبره سنة صغيرة كده عشان تمام كده. تمام. تحدد بالراحة على قد ما محلك. كل ما يكون شغلك بالراحة كل ما هيطلع النتيجة معاك احسن بكتير. انا انجزت شوية. اتكوا على ريموف. بكده احنا شلنا الشخص. بص الصورة مش باينة خالص. تعالوا لو حبينا مثلا نشيله شخص تاني ده مثلا مشكلة. نشيله ده كمان. ايه جنبه. كل بقى ما يكون شغلك انت بقى مظبوط مش هتبان خالص ولا كأنها في اي حاجة. بس عشان الصورة دي مش الصورة كده شلنا الشخصين ودون اي اثر، بدون اي حاجة. تعالى نشوف مثلا. بس المشكلة انا شغال بسرعة وما بتطلعش مظبوطة كويس اوي يعني. اهو شفنا ده اتشيل مش باين خالص. يعني لو شلنا ده مثلا يعني كده تقريبا يعني. بصوا ده حتى اتشال خالص. نشيله ده مثلا. نشيله مين ده. لينا شلنا حاجات كتير. انا جايب بس الصورة فيها ناس كتير علشان لما نشيله براحتنا. هو اتشال ولا كأنه كان موجود اصلا يعني. تعالى مثلا نشيل دول كلهم. الحتة دي كلها كده.
بصوا يا جماعة، مفيش اي اثر مش باينه خالص. شعر الظهر ده كده شرحنا اللطيف الجميل ده النهاردة، سهل كده، حاجة يعني سريعة وجميلة. ومش باين ان انا اشكركم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.